انا خدت حبايه الغله دلوقتي وذنبي في رقبه كل اللي ظلمني، مش مسامح اي حد ظلمني. بس حبايه الغله يا اما انت فاكر انا بضحك؟ انا خدت الاثنين بعد ما صحيت، اخدت الاثنين الوقت. بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبعا شفتوا الفيديو وشفتوا أخونا رحمة الله عليه مصطفى وهو بيعلن اللي هو أخذ حلقة أو برشام أو حبة الغلة السامة كما يقولون، وأعلن انتحاره وهو بيحسبن على من ظلمه، وأيضا يقول اللي هو مش مسامح أي حد ظلمه أو أي حد وصله بأنه ينتحر. طبعا هذا الشخص كما علمت أنه من الملتزمين، وأنه كان يدعو وكان داعية وكان على خلق، والكل يشهد له بأنه كان على خير وعلى خلق وعلى دين أيضا. ولكن إيه اللي وصله لهذه الدرجة بأنه ينتحر وهو يعلم عقوبة المنتحر وأن الانتحار كبيرة، بل كل من أكبر من الكبائر؟ هو قهر الرجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منه في أكثر من حديث، من قهر الرجال، من ظلم، بأن الرجل يوصل أو يصل إلى درجة مش قادر يعمل أي حاجة بسبب الظلم الذي وقع على هذا الشخص. وأيضا على هذا الشخص اللي هو سيء للغاية، اللي هو كان صديق له، اللي هو نصحه بأنه ياخذ هذه الحبة كي يقتل نفسه. طبعا علمت بأن السبب بأن ديون كانت متراكمة على والده أو عليه هو، وجي في وقت السداد ووالده لسه متوفي قريب ومش عارف يسد الديون، فوصل إلى مرحلة خلاص الشيطان هنا تملكه، وأيضا هذا الصديق السوء. لذلك عليك بالأصدقاء الذين ينصحونك بما أمر الله عز وجل. المهم الأخ هذا مات، توفي، ليس له غير الرحمة، وهو الآن في يد الله سبحانه وتعالى، يفعل الله معه كيف شاء الله، ولكن نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى له الرحمة. وبلاش التعليقات السلبية، تعليقات اللي ملهاش أي لازمة للأخ اللي مات، كيف أنت مسلم وكيف أنت كنت على دين وكيف أنت داعية. ما تعرفش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بالعمل الطويل في طاعة الله حتى يسبق عليه الكتاب فيكون بينه وبينه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأيضا إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل في معصية الله عز وجل حتى يسبق عليه الكتاب فيكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل أهل الجنة. اللي بيعلق تعليقات سلبية على هذا الأخ المتوفي، أنت ما تعرفش هيختم بيك بإيه، ما تعرفش هيختم بيك بإيه، لا أنت ولا أنا نعرف، ولكن علينا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة. وأيضا ندعو لأخونا هذا بأن الله سبحانه وتعالى يرحمه، وعلى كل من ظلمه والذي تسبب في وفاته بهذه النتيجة نقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. السلام عليكم ورحمة الله.